قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أحبتي في الله، ما زلنا مع بيان صور الشرك الأكبر التي تخرج الإنسان من دائرة الإسلام والعياذ بالله، ويترتب على ذلك العقاب الذي لا يترتب على ذنب سواه. ومن ذلك الدعاء، وما أدراك ما الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات، ومن أعظم ما صرفه المشركون الأوائل أهل الجاهلية والعياذ بالله لغير الله هو الدعاء. وقد علموا أنهم بالدعاء يحققون الأماني، بالدعاء تحقق الأماني. والمسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، يدعو ربه في تحصيل الخيرات ودفع الشرور، ويحقق بذلك ما يريده وما يقوم في قلبه من حاجات. فمن الذي يقضي الحاجات إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه العبادة يجب على المسلم أن يفرد الله بها، لا يصرف الدعاء لغيره سبحانه وتعالى. يعني الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فلا يصرف الدعاء لغيره سبحانه وتعالى، مثل دخول الجنة، مغفرة الذنوب، إلى غير ذلك. هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، بل الكتاب والسنة مشحونان بالأدلة على وجوب إفراد الله بعبادة الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني حقيرين ذليلين. فلاحظ قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. هذا يدل على أن الدعاء عبادة. فإذا كان عبادة لا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد، قيل المساجد المبنية، فيجب عليك أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، لأن هذه المساجد بنيت لله سبحانه وتعالى. وقيل هي أعضاء السجود السبعة التي يسجد عليها الإنسان، يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، فلا يسجد لغيره سبحانه وتعالى. وأيا كان، هذا يدل على أن الدعاء يجب أن يفرد لله سبحانه وتعالى. قال: وأن المساجد لمن؟ لله فلا تدعوا، لا تدعوا لا في قليل ولا كثير مع الله أحدا. كل أحد، يعني أحد هذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق، أفضل مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله عز وجل، فكل من سواه من باب أولى. إذا كان أفضل الخلق لا يجوز أن يدعوه الإنسان، فكيف بمن هو دونه؟ وجبريل هو أفضل الملائكة أيضا يدخل في هذه الآية، فلا تدعو مع الله أحد حتى جبريل. فمن دونهما، دون النبي ودون جبريل، من باب أولى وأحرى. هل يجوز لنا أن ندعو الأولياء أن يغفروا لنا الذنوب، أن ينقذونا، أن يغيثونا، أن يدخلونا الجنة؟ لا، ما يجوز هذا. لكن الأمور التي يستطيعها الإنسان يجوز أن تدعوه في هذا الأمر، هذا لا بأس به، كالاستغاثة والاستعاذة. لكن هذه الأمور التي يستطيعها الإنسان. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لاحظ، قال الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة لا يجوز أن تصرفه لغير الله. لكن للأسف أهل الجاهلية في هذا الزمان الذين فاقوا الجاهليين الأولين زادوا على ما كانوا يفعلون، فيدعون غير الله في الرخاء والشدة. كان أهل الجاهلية كما ذكرنا في المجلس السابق إذا كانوا في الرخاء والسعة وفي البر يشركون بالله سبحانه وتعالى،
أما إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الأمواج وأيقنوا الهلاك ماذا يفعلون؟ هم يقولون هذه الأصنام الآن لا تنفع في هذا الوقت، بل ربما رموا الأصنام في البحر كما ذكر العلماء، يرمون الأصنام في البحر. لماذا؟ لأنها لا تنفع في هذه الشدة. من الذي ينفع؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا كان كما ذكروا سببا في إسلام عكرمة ابن أبي جهل، لما سمعهم يقولون هذا الأمر، لما فر هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى الحبشة، ثم سمع هذا الكلام لما أيقنوا الهلاك، قال إذا كان لا ينقذ إلا هو في حال الشدة فلا ينقذ إلا هو في حال الرخاء، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. فقال لئن رجعت سالما وخرجت من هذا الأمر سالما لأرجعن إلى محمد وأضعن يدي في يده، أو كما قال. فجاء وأسلم. لاحظ هذا الأمر كان سببا في إسلامه. لكن انظر أنت الآن إلى أهل الشرك في هذا الزمان ماذا يصنعون؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا من؟ دعوا الأولياء. حتى أحد العلماء كان في سفينة فكادوا أن يغرقوا، فقاموا يستغيثون بغير الله عز وجل ويدعون غير الله، يدعون الأولياء ونسوا الله سبحانه وتعالى. فقام هذا العالم أظن أنه قام يدعو عليه. قالوا لماذا تدعو علينا؟ قال أنتم تشركون بالله، تستحقون الغرق، أي مو تستحقون النجاة، فماذا تصنعون؟ الكفار في القديم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة، ما عندهم. وقد ذكرت لكم قصة تلك المرأة في المستشفى، ماذا كانت تصنع؟ ستموت وهي تستغيث بغير الله عز وجل وتدعو غير الله، تقول لا أريد أن أذكر الاسم، يا فلان باموت نجني. أعوذ بالله، من الذي ينجي؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. هل هناك إله مع الله عز وجل؟ لكن العقول لعب بها الشيطان، ويذكرون قصصا للعامة يلعبون على عقولهم، يقولون فلان كان لا يمشي وجاء إلى قبر الولي الفلاني ودعاه فقام يمشي، الله أكبر. هذا أحسن من الطب الجديد، أحسن من الطب الجديد والأدوية الجديدة. جاء إلى قبر فلان وقام يمشي. وبعضهم يأتي بعنز ويقول هذه عنز مباركة وعنز ما أدري إيش، ويجعل الناس يدعونها من دون الله عز وجل ويتمسحون بها والعياذ بالله، وهو يأكل أموال الناس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ويجعلنا من الموحدين حتى نلقاه وهو راض عنا. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على خير من أرسل وعلى آله وصحبه ومن والاه.